مش كل لعيب هتدربه هيبقى بطل، مش كل الناس تقدر ان هي تكسب. بس كل لعيب بتشتغل معاه بيبقى عنده سقف حد اقصى لامكانياته. شغلتك انت كمدرب انك توصله لاقرب نقطة من السقف ده. احيانا اللعيب اللي كان عنده كل العقبات اللي هي تعتبر ان هي ضده، واللي اخدته من ان هو كان بيكافح لحد ما بقى يزدهر، ده هو يعتبر اعظم انجاز تدريبي ليك اكتر من اي بطل انتجته في حياتك. الفوز مش المقياس الوحيد لنجاح المدرب. انا كنت فاكر ده زمان. لو انت بتفتكر ان الفوز هو اللي بيخلي المدرب عظيم، انت غلطان ولازم تراجع حساباتك. للاسف احنا عايشين في ثقافه مهووسه بالنتائج، ميداليات، كؤوس، ترتيبات. ومش هقولك ان الفوز مش مهم، الفوز حلو، التنافس عشان الفوز مهم. بس لما المدربين بيبداوا ان هم يقيسوا قيمتهم بفوز او خساره للعيبه او للفرق بتاعتهم، هنا الامور بتبقى غلط ليهم وللعيبه بتاعتهم او الفرق بتاعتهم. النجاح هو عبارة عن راحة بال، نتيجة مباشرة للرضا عن نفسك، انك بذلت مجهودك عشان تبقى احسن نسخة من نفسك. مش الكاس، مش الميدالية، ولكن المجهود والنمو اللي انت حققته. الامكانيات اللي انت طورت فيها. فكر في الموضوع ده واسأل نفسك بصراحة، انت بتدرب عشان تفوز ولا بتدرب عشان تطور الناس اللي معاك واللعيبة اللي معاك؟ لان الاتنين دول مش دايما نفس الحاجة. احسن مدربين بيعملوا الاتنين بس مش بيخلطوا الاتنين في بعض. بطل تقيس نفسك باللوحة وابدأ قيس نفسك بقد ايه انت فتحت امكانيات كل فرد اشتغل معاك في البروجرام بتاعك او في تمرينك عامة. دي هي او ده هو الشغل الحقيقي، ده هو التدريب الحقيقي. معظم المدربين بيجروا ورا المقاييس الغلط. اللوحة مش بتحكي القصة كاملة. أعظم إنجازاتك التدريبية ممكن تكون مع لعيب محدش كان متوقع منه أي حاجة، واللي أخدته لأقصى إمكانياته دي. أو ده هو الشغل الحقيقي. لو أنت عايز خطة كاملة تخليك رياضي مرن وسريع، عشان كمان تتطور في فترة الأوف سيزون، ابعت لي كلمة إلاستيك أو رياضي مرن.